تخيل تخطط وتنفذ سرقة بالملايين مع فريقك، وبدل ما تاخد حقك بيضربوك بالنار ويرموك زي الكلب. يا ترى لو جاتلك فرصة للانتقام هتعمل فيهم ايه؟ فيلمنا بيبدأ في معرض بولاية أوهايو اللي بيقوم فيها مهرجان ضخم كل سنة، وبنشوف ساعتها قسيس اسمه باركر بيتجول في المكان، بس واضح انه وراه سر لانه مركز في كل حاجة حواليه. وفي نفس الوقت بيبقى 2 من المهرجين ماشيين وسط الناس، وباين هما كمان بيدبروا الحاجة لانهم بيسيبوا المهرجان وكل واحد بيجر شنطة وهو ماسك في ايده بلالين كتير، وبيدخلوا تحت المبنى بتاع الخزنة الرئيسية. بعدها واحد من المهرجين بيخلي البلالين تطير كأنه بيوصل رسالة، وفعلا أول ما بيشوفها باركر بينادى على زميله هاردويك وبيوريله البلالين، فبيتحركوا وبيخبط باركر على أمن الخزنة بتاعة المعرض عشان يسأله إذا كان فيه مكان يقدر يسيب شنطته فيه لحد ما يخلص جولته في المكان. وقبل ما يكمل الحارس كلامه بيلاقي واحد من المهرجين بيخرج من الفتحة اللي في الأرضية ومعاه سلاح، وكمان بيدخل باركر ويهددهم عشان ما فيش حد يعمل أي حركة غبية، وبيجبروا ساعتها بقية الموظفين إنهم ينزلوا على الأرض عما يخلصوا شغلهم، وبيوعدهم باركر إن مفيش حد هيتأذي. في نفس الوقت بيروح هاردويك يولع النار في أكوام القش عشان يشتتوا الشرطة والناس وقت الهروب. ولما بيبدأ المهرج يفتح الخزنة بيفتكر باركر مراته كلير لما بيتعزموا عند أبوها، واللي بيبقى في نفس الوقت رئيس باركر، وبنعرف إن هو اللي مخطط لعملية السرقة وهو كمان اللي عرفه على شركائه في العملية. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف النار ولعت في المكان، وده خلق فوضى كبيرة وسط الناس، وبيكون فيه راجل شرطة مستني بره لكن في الحقيقة هو تبع العصابة. وبعد لحظات بيخرج المهرجين من الباب الخلفي بشنط الفلوس ومعاهم باركر اللي بيغير من هيئته في ثواني. ولما بيوصلوا لمكان التجمع باركر بيتعصب على هاردويك عشان ولع القش قرب أنابيب الغاز مش ورا مزرعة المواشي وكان هيموت الناس. وبسرعة بيغيروا هدومهم وبينقلوا شنط الفلوس عشان يهربوا، بس بيبقى واضح ان الاشخاص اللي معاه طماعين. وملاندر رئيس الفريق بيقول لباركر انهم مش هيقسموا الفلوس عشان هيستخدموها في عملية اكبر بكتير، وهي سرقة مجوهرات قيمتها هتعدي 75 مليون. لكن باركر بيرفض وعرفوا انهم اتفقوا على تقسيم الفلوس، ولما حاول يقنعوا باي طريقة وباركر رفض بيضربوا عليه النار فجأة. وبيحاول وقتها باركر يدافع عن نفسه بصعوبة لكنهم بيرموه من العربية بعد ما اتصاب اصابات قوية. وساعتها بيطلب ميلاندر من هاردويك يخرج عشان يخلص عليه، فبيروح وبيضربه بالنار عشان يسيبه مرمي على الطريق يطلع في الروح. بس لحسن حظ باركر بيلاقي ناس ماشيين بعربيتهم بالصدفة على الطريق، فبياخدوه معاهم عشان يودوه للمستشفى. ولما بيفوق باركر بيلاقي نفسه تحت الأجهزة، فبيخلعها بسرعة وبيكون معاه في الأوضة راجل عجوز. وبعد شوية بيوصل الممرض عشان ينقله، بس فجأة بيهجم عليه باركر وبيخنقه لغاية ما بيفقد الوعي. وبياخد بعدها الراجل العجوز عشان يهرب بيه كأنه دكتور، لكن بيهدده لو عمل حاجة. وفعلا بينزل بيه لغاية تحت وبيودعه عشان يروح يركب عربية الإسعاف وبالتالي يتحرك بيها بدون مشاكل. وبعد شوية بينتقل بالعربية لغاية مبنى الشقق المؤجرة وبيدخل الأوضة بتاعته عشان يغير هدومه وياخد أسلحته. وفورا بيتوجه باركر لمكتب أموال صغير، فبيروح للحارس وبيضربه رصاصة في رجله قبل ما هو يهجم عليه، وفهمه إن لو نفذ كلامه هيسيبه في حاله. بس الأهم لما يدخل على زميله يقوله إنه تعرض للسرقة وباركر هو اللي أنقذه. ولما زميله بيفتح لهم الباب عشان يدخلهم بيهددوا باركر عشان ما يتهورش، وبيربطهم كويس وبيسرق الفلوس اللي يقدر عليها. وبيروح بعدها باركر لمكان بتاع راجل اسمه نورد اللي بيكون مزور كبير وحماه هو اللي عرفه عليه، وبيبقى هناك عشان يعمل هوية جديدة. وبياخد منه نورد الفلوس على أساس يستلم الأوراق بعد 5 أيام. بعدها بيتصل بكلير عشان يتكلم مع هيرل أبوها وبيسأله عن ميلاندر لأنه هو سبب المشكلة اللي حصلت، فبيحذروا هيرل من أي خطورة لأن اكتشف بعد العملية إن ميلاندر وهاردويك شغالين مع عصابة شيكاغو وتحت حماية الرئيس دانزينجر. لكن باركر بيبقى مصمم وبيطلب منه أي خط يمشي وراه، فبيكلموا عن بوبي أخو هاردويك وبيقول له اسم الملهى بتاعه. وبيروح له باركر للملهى لكن الحارس ما بيرضاش يطلعه لبوبي، فبيقول له إنه جاي من طرف السيد دانزينجر. ولما بيروح الحارس عشان يبلغه بيهجم عليه باركر بطفاية الحريق، وبيدخل يضرب بوبي عشان يعرف مكان أخوه لأنه سرقه وعايز يرجع فلوسه. لكن بوبي بيفضل يهدده وبيقول له إنه ليه علاقات كتير وهيندم على اللي عمله، فبيزيد باركر من تعذيبه لحد ما بيعترف له بوبي إن أخوه في بالم بيتش بولاية
فلوريدا، بس بيقطع كلامهم واحد من رجالة بوبي وبيضرب نار على باركر، لكنه بيكون خلاص هرب منهم. بعد كده بيتصل بكلير لكن بتبقى نايمة، فبيسجل ليها رسالة وبيطلب منها تروح لمكتب سفريات بكرة عشان هينقله لولاية تانية، وبيتصل بهيرلي عشان يقنعها إنها تسافر معاه. وبننتقل لفلوريدا، وساعتها بنشوف بنت اسمها ليزلي بتصحى من نومها وبتجهز عشان تروح شغلها، لكن امها بتنكي فيها كالعادة قبل ما تمشي لان شغلها ما بيجيبش فلوس كفاية. وعلى الناحية التانية العصابة بتجهز لعملية جديدة، لكن بوبي بيتصل باخوها عشان يبلغه باللي حصل. وساعتها هاردويك بيتصدم وما بقاش مصدق ان باركر لسه عايش، ولما هاردويك بلغهم بان باركر ما ماتش بيتعصبوا عليه وبيضربوه، بس هو بيبقى متأكد ان سابه ميت. بعدها بيأمروا ميلاندر انه يتصل بعمه، وبنكتشف وقتها ان عمه يبقى دانزينجر رئيس المافيا. وفي الوقت ده هيرلي بيقول لكلير تجهز شنطتها عشان تسافر وهتفهم كل حاجه بعدين، فبتقلق جدا وبيعرفها انه هيجيلها بعد ربع ساعه عشان ياخدها للمطار ولازم تقفل الابواب قبل ما تمشي. بس هو ما كانش عارف ان فيه واحد مستنيه يخرج عشان يهجم على البيت وبيبقى قاتل مأجور. بس لما دخل جوه البيت عشان يدور على كلير فجأة بتسمع صوت حركه، فبتخاف جدا وبتاخد سكينه معاها، وأول ما بتنزل من سلم الطوارئ بتخبط السكينة في العجلة بتاعة العربية عشان تعطله، وبتاخد عربيتها وبتهرب. بعدها بتتصل بباركر وبتحكي له اللي حصل، فبيقولها تروح للمخيم بتاعهم بسرعة من غير ما تقف وهو هيجيلها يوم الجمعة. لكن كلير بتبقى مرعوبة وبتسأله لو هو ما جاش الجمعة تعمل ايه، فبيسكت لثواني وبيقولها تسحب كل الفلوس في صندوق الادخار وتختفي بأسرع وقت ممكن. ومرة تانية بنشوف ليزلي وهي في كافيه بتطلب المشروب بتاعها، وفيه واحد من الضباط اسمه جيك بيرخم عليها وبيسألها عن طليقها، فبترد عليه بسخرية وبتمشي. بعد كده بيروح باركر عشان ياخد أوراق الهوية من نورت، لكنه بيلاقيه مثبت 3 رجال على الأرض، فبيجهز نفسه وبيدخل عشان ياخد حاجته. بس نورت بيبقى متعصب وبيرفض يديله حاجة لأن الناس دي جت من شيكاغو عشان يدوروا عليه. وفجأة باركر بيهجم على الحارس بسرعة وبيثبته، ولما نورت بيسيب مسدسه باركر بيضرب رصاصة في رجل الحارس، وساعتها بيترجاه نورت انه ما يقتلهوش وبيجيب له الاوراق بتاعته، فبيوافق باركر انه ما يقتلهوش بشرط ان نورت يخلص على رجالة شيكاغو. وفعلا نورت بيضربهم كلهم بالنار لغاية ما الرصاص فضي. بعد كده بياخد باركر من نورت المسدس من غير ما يلمسه، فبيسأله نورت اذا كان هياخد المسدس عشان يبتزه بعد كده، وبيفهمه ان المسدس مجرد ضمانة وبينصحه يتخلص من الجثث وعربيتهم اللي بره. وبنشوفه بعد كده بيروح لهيرلي اللي بيسأله عن بنته، فبيطمنوا باركر وبيعرفوا انها في امان وان هو لازم يروح بالم بيتش عشان يرجع فلوسه. لكن هيرلي بيأكد له ان عصابة شيكاغو داخله عملية كبيرة قوي واكيد مش هيكونوا في بالم بيتش لانهم جزيرة راقية والشرطة في كل حتة. وبيفاجئوا ان دانزينجر اتصل بيها عشان يحل الخلاف وبعت له الحصة بتاعته من عملية اوهايو، بس باركر بيقول له ان هو بيهزر لان شيكاغو مش بيدفعوا فلوس عشان يبيعوا اللي عايزينه. وطبعا هيرلي كذب عليه لانه خايف على بنته، وبيفهم باركر ان دانزينجر راجل خطير وكان عايز يقتل كلير، بس باركر بيقول له انه مش عايز فلوسه لانهم هم اللي خانوه ولازم يدفعوا الثمن، وده مبدأ عنده ولو سمح لحد يكسر الاتفاق هيبقى ملطشة للكل. وفي الاخر بيفشل هارلي انه يخليه يتراجع عن رأيه، وساعتها بيقترح عليه باركر ما يرجعش بيته ويشتري مكان في بالم بيتش لغاية ما الدنيا تهدى. بعد كده بنروح لليزلي وبنعرف انها شغالة في شركة عقارية، وبتبقى هي وزميلتها متضايقين بسبب قلة العملاء اللي بيجولهم، وده عكس زميلتهم امبر اللي دايما بتعرف تجذب العملاء. فبيجي ليزلي فكرة انها تفتش مكتب امبر، وراحت هناك كأنها بترد على تليفونها، وساعتها بتشوف ورقة مكتوب عليها اسم ورقم عميل جديد، لكن امبر بترجع بسرعة للمكتب وبتبقى متضايقة منها. بعدها بتاخد الورقة وبتديها للسكرتيرة عشان تحدد ميعاد معاه، وساعتها ليزلي بتستغل انشغال السكرتيرة وبتسرق الورقة بسهولة. وبعد شوية بتروح ليزلي عشان تقابل العميل، والمفاجأة ان العميل بيطلع باركر نفسه بس طبعا بهويته الجديدة، وبتاخده في جولة جوه الجزيرة عشان تقنعه يشتري اي بيت وتاخد عمولة، فبيتفق معاها انه يعدي عليها بكرة عشان يشوف كذا بيت. في نفس الوقت بيروح باركر لكلير اللي بتتفاجئ بوجوده وبتحكي له عن القاتل اللي دخل بيتها، فبيطمنها ان اكيد ما كانش هيقتلها لانهم هيستغلوها عشان يعرفوا مكانه. لكن كلير بتبقى متضايقة من وضعهم، فبيفهم باركر شعورها وبيعرفها انها لو بعدت عنه مش هيقدر يلومها.
وتاني يوم بتاخده ليزلي تفرجوا على قصر كبير وبتسأله إذا كان متجوز، فبيعرفها إنه كان متجوز مرة ومراته ماتت، وبتحكي له هي كمان إنها مطلقة من 11 شهر وإن طليقها كان مخادع وكان معرفها إنه غني، وللأسف طلع كداب كبير وفي الآخر ارتبط بواحدة غيرها أصغر في السن. وبتفرجوا ليزلي على بيوت تانية سعرها أقل شوية، وبيروحوا في جولة بالعربية عشان يشوفوا مجموعة مختلفة من البيوت اللي في المكان. وبيلاحظ وقتها باركر بيت صغير، فبيتعرفوا ليزلي إنه لسه متباع الأسبوع اللي فات لشخص اسمه رودريجو ومحتاج يتجدد، وبيشك وقتها إن ده محجوز لعصابة ميلاندر. بعد كده بيقفوا عند الساحل وبتسأله ليزلي إذا كان من سكان العاصمة، فبيعرفها إنه مولود في الإكوادور وبيبقى ده المكتوب في هويته الجديدة، لكن ليزلي ما بيكونش مقتنعة قوي. ولما بيوصلوا للفندق بتديله الأوراق اللي فيها معلومات البيوت اللي شافها، وبتعرض عليه إنهم يروحوا يتعشوا سوا لأنه موجود لوحده في الجزيرة، لكن بيعتذر لها بذوق وبيقول لها إنه يتصل بيها لما يختار البيت. بس لما بيوصل باركر للفندق بيقطع الورق اللي أخده منها عن البيوت وبيخلي معاه صورة البيت الصغير بس. ولما بتروح ليزلي بتحاول تشوف معلومات عن باركر، وكالعادة أمها بتنكفها لأن هي اللي بتصرف عليها. وساعتها ليزلي بتشك في باركر لأنه ملوش أي أنشطة تجارية على النت رغم إنه مفروض رجل أعمال. وقتها بيجيلها رسالة إن البنك هيسحب منها العربية لأن ما بقاش فيه رصيد عندها، فبتتضايق جدا وبتعيط. وفي الوقت ده باركر بيروح للبيت الصغير، وزي ما توقع بيلاقي عصابة ميلاندر هناك، وبيتأكد إن ده هو المقر بتاعهم عشان العملية. وبعد شوية بيخرجوا عشان يتعشوا بره، فبيستخبى هو عشان محدش يشوفه. وأول ما بيخرجوا كلهم بيدخل بسرعة من بوابة الجراج وبيوصل لجوه، فبيشوف ساعتها مخططات العملية وبيزرع أسلحة جوه البيت تحسبا لمواجهتهم. على الناحية التانية بيروح الراجل اللي كان عايز يقتل كلير لنورت وبيخلص عليه بطريقة بشعة. وبنرجع تاني لباركر اللي بيلاقي صندوق كبير، فبيفتحه وبيلاقي وقتها أسلحة كتير جواه. وفي نفس الوقت بيبقى ميلاندر ورجالته راجعين للبيت، وبيسمع باركر صوت الجراج، فبيحاول يقفل الصندوق بأقصى سرعة قبل ما يدخله وما يسيبش دليل وراه. لكن العصابة بتكون دخلت خلاص لجوه البيت، وبيكون باركر مستخبيه ومستني اللحظة المناسبة. ولما ميلاندر بيقفل الجراج وبيدخل، ساعتها بيتحرك باركر بسرعة وبيعدي من تحت الجراج قبل ما يقفل. لكن لما بيرجع على عربيته بيتفاجئ بوجود ليزلي جوه، فبيتعصب عليها وبيسألها لو هي شغالة مع حد، لكن بتقسم له إنها جاية لوحدها. وفي الطريق بتقول له إنه كذب عليها لأنه ملهوش أي معاملات أو نشاط قبل شهرين رغم إنه رجل أعمال، وشكت فيه لما ما عجبوش غير البيت الصغير، خاصة إنها دورت ورا صاحبه وعرفت إنه شبه زيه وملوش أي وجود قبل 6 شهور. وبتبقى ليزلي في حالة سيئة وبتبدأ تشتكي له حالها، وبتقول له إنها وحيدة ومطلقة وهي على أعتاب 40، وبقالها 5 سنين ما كلمتش أختها، ده غير إنها عايشة مع أمها المتسلطة، وبتسوق العربية عشان تفرج الناس على قصور عمرها ما تحلم بيها، وبتتحمل سخافتهم وطمعهم فيها. وساعتها بتقول لباركر إنه لو عايز يقتلها براحته، لكن لو مش هيقتلها هي تقدر تساعده لأنها عارفة المكان كويس أيا كان اللي بيخطط له عشان ما بقاش فارق معاها. ولما بيتأكد من صدق كلامها وإنها مش لابسة جهاز تصنت، بيعرفها إنه هيفكر في العرض. وتاني يوم بنشوف باركر وهو بيراقب ميلاندر من بعيد، وفي نفس الوقت الضابط الرخم جيك بيحاول يغلس على ليزلي كالعادة لأنه بيحبها، فبتعرفوا إنها تعبانة ومش فايقة خالص للهزار. بس فجأة بيجيلها مكالمة من باركر، فبتسيبه وبتطلع تجري عشان تقابله، وده خلى جيك يتضايق وقرر يراقبها. وفعلا شافها بتتقابل مع حد غريب اللي بيكون باركر، وبتروح ليزلي معاه كأنها بتفرجوا على بيت. وقرر ساعتها باركر يقول لها الحقيقة، فعرفها إن صاحب البيت الصغير مع 3 كمان سرقوا منه حاجة ولازم يرجعها، وإنهم هنا عشان عملية سرقة كبيرة، وبعد التنفيذ هيستخبوا في البيت الصغير. فبتشغل دماغها وبتقوله إنها تساعده في إنه يرجع حقه مقابل عمولتها. بس لما بتلاقيه ساكت بتفهم على طول إنه مش هياخد اللي سرقوه بس، ولكن هيقتلهم كمان. بعدها بتسألهم هيسرقوا إيه وإمتى، فبيقولها هو ما يعرفش، بس الموضوع متعلق بمجوهرات قيمتها تعدى 75 مليون. ساعتها بتتصدم لأن الكمية دي مش موجودة غير مع السيدة مريم، وبتعرفوا إن السرقة مستحيل تتم وهيتقبض عليهم كلهم، ولو اشتركت معاها تروح في داهية. ولما حاولت تمشي بيمسكها باركر وقال لها ما ينفعش تمشي لأنها بقت متورطة خلاص.
بعدها بتحكي له إن مريم كانت أهم سيدة في بالم بيتش وعندها مجوهرات نادرة، ولما ماتت سابت كل ده للمدينة، عشان كده هيتعمل مزاد علني على ممتلكاتها ومنها المجوهرات. وفي الوقت ده بنشوف ميلاندر وزمايله متنكرين في زي عمال الصوت في القصر اللي هيتم فيه المزاد، وبيبقى واضح إن مدير المزاد متورط معاهم وبيسهل لهم دخول الأسلحة اللي بيخبوها جوه البدروم. وبعد شوية ليزلي بتوصل باركر للمدخل الخلفي للقصر، وبتفاجئ وقتها بوجود ميلاندر هناك، وبيتأكد ساعتها من كلام ليزلي واللي بيوصلها لمكان الشغل عشان خلاص دورها انتهى. وفي نفس الوقت بيرجع للفندق عشان يستعد لأهم لحظة في حياته، بس فجأة بيهجم عليه الراجل اللي كان هيقتل كلير، وبيبقى واضح انه مقاتل شرس، لكن باركر بيدافع عن نفسه وبيفضل يخنق فيه لغاية ما القاتل بيفلت، وبيضرب باركر بشراسة وعنف أكبر، وبيخنق فيه بقوة عشان يقتله، بس بيفلت باركر منه بصعوبة. وقبل ما القاتل يروح له، باركر بياخد رخامة الحمام وبيضربه بيها عشان يخلص عليه في ساعتها. بعدها بيرجع للصالة ولسه هيشيل السكينة، بيهجم عليه القاتل تاني اللي طلع لسه عايش، فبيحاول باركر يدافع عن نفسه بصعوبة وبيزق القاتل عشان يقع من البلكونة، لكنه بيفضل ماسك في رجليه، وساعتها بيضربه باركر عشان يقع من فوق وتكون نهايته مأساوية. وبعد شوية بيروح الضابط جيك لبيت ليزلي عشان يسألها عن باركر لأنه شافها معاه قبل كده، وساعتها ليزلي بتقلق، فبيقول لها إنه دخل في مشاجرة مع حد ووقعه من البلكونة واختفى بعدها. في نفس الوقت بتلاحظ ليزلي وجود دم في الحوض بتاعها وكمان نقط على الأرض، فبتحاول تخفي أثرهم وتمسحها من غير ما جيك ياخد باله، لكنها بتتفاجئ بوجود باركر قاعد على جنب وحالته صعبة جدا، فبتقول لجيك إنها ما تعرفش حاجة عن اللي حصل، وبيفهمها إنها ممكن تكون حادثة سرقة وهو مختفي لأنه خايف. وأول ما جيك مشي بتروح جري عشان تلحق باركر وبتلاقيه غرقان في دمه، فبيقول لها ما تقلقش وادالها رقم تليفون عشان تتصل بيه وتروح بعدها للشغل عشان محدش يشك، بس هي ما كانتش عايزة تسيبه. وساعتها أمها بتطلب منها تروح، والغريب إنها اتعاملت مع الموضوع كأنه طبيعي، وفعلا بتتصل ليزي بالرقم وبتسيب له رسالة صوتية. بعدها بتروح الشغل وبتتصرف عادي زي ما قال لها، لكن شوية وبتقرر تخرج. ولما بترجع للبيت بتلاقي كلير قاعدة تعالج باركر، وطلعت هي صاحبة الرقم، وكانت ليزي فاكراها ممرضة، فبيسألها باركر ليه سابت الشغل وبتبقى جاية أصلا عشان توديه المستشفى، لكن باركر عرفها إنه مش هيروح المستشفى لأنه وراه حاجة هيعملها، فبتعترض ليزي على كلامه وبتقوله إنه متبهدل وضلعه مكسورة ولازم يرتاح، وبتطلب من كلير تنصحه، لكنها بتكون عارفة باركر كويس. وقبل ما تمشي كلير بيسألها لو هتفضل مستنياه في المخيم، فبتعرفه إن هي دايما هتستناه، وبيبقى واضح على ليزلي الغيرة برغم إنها بتحاول تخبي، وبيطلب منها باركر تروح الشغل لأن جيك واخد باله منها. وفي الوقت ده العصابة بتجمع الأسلحة بتاعتها عشان العملية، وبتكون الخطة إنهم يتنكروا في زي المطافي عشان يعملوا حريق مفتعل ويدخلوا يسرقوا المجوهرات. وبالنسبة لهاردويك فهيستناهم على مركب جوه النهر، وبالليل بيبدأ الحفلة والكل مستعد وجاهز للمزاد، بس فجأة فيه انفجارات بتحصل، ودي الحاجات اللي العصابة زرعتها قبلها بيوم، وساعتها المكان كله بيتقلب فوضى. فبتدخل عربية المطافي اللي بيكون جواها العصابة، وبيخرجوا الناس بسرعة وقالوا للشرطة يطوقوا القصر، وأول ما دخلوا بيكسروا الإزاز عشان يسرقوا كل المجوهرات. وهنا بيجي دور هاردويك اللي بيقرب المركب ناحية القصر عشان يجذب رجال الشرطة، وبيبقى هدفه تشتيتهم عشان بقية العصابة تقدر تغطس جوه النهر للناحية التانية من غير ما حد يكشفهم. عن الناحية التانية بيوصل باركر لبيت العصابة وبتبقى حالته سيئة وبيمشي بصعوبة. أما ليزلي لما شافت انتشار الشرطة اتأكدت إن السرقة تمت. وبنرجع تاني لباركر اللي بيقتحم البيت عشان يستناهم جوه. وبعد ما العصابة بتخرج من النهر وبيروح البيت المطل عليه، بتوصل ليزلي هي كمان عشان تساعد باركر، وطبعا العصابة بتكون فرحانة جدا بعد نجاح العملية، وبتتحرك ليزلي عشان تبص من الشباك الخلفي وبتتصدم من كم المجوهرات المسروقة، بس فجأة بيطب عليها هاردويك وبياخدها لجوه عشان يسألهم عنها، وطبعا باركر بيبقى مصدوم. أما ميلاندر بيتعصب جدا وبيقول لهم إن باركر هو اللي بعتها، لكنهم مش بيقتنعوا لأنهم قرأوا في الأخبار عن حادثة الفندق. وساعتها هاردويك بيتجنن وبيضربها عشان تقوله عن مكان باركر، فبتشوف وقتها المسدس المتثبت تحت الترابيزة. وهنا بيتدخل ميلاندر وبيتكلم معاها بهدوء عشان تقوله عن مكان باركر، بس هي برضه بتنكر.
فبيأمر رجالته يفتشوا كل حتة في البيت، وساعتها واحد منهم بيوصل للباب المكسور فبيخرج عشان يلاقيه لغاية ما بيوصل للعربية، وفجأة بيهجم عليه باركر وبيقتله. وبعد شوية بيرجع هاردويك وزمايله لأنهم مش بيلاقوا حاجة، لكن بيكتشفوا إن زميلهم غايب فبيحسوا بالخطر، وميلاندر بيخلي هاردويك يخرج عشان يجيبه. وفي الوقت ده بيكون باركر جوه البيت وبتشوف ليزلي انعكاس وشه في المراية وبتبص عليه، لكن ميلاندر الخبيث بيلاحظ ده وبيتأكد إنه موجود فبيهدده بقتلها وراح عشان يدور عليه. أما ليزلي فبتمسك المسدس المتثبت في الترابيزة وبتضرب واحد منهم بالنار لغاية ما الخزنة خلصت. وفجأة ميلاندر لقى مسدسه عطلان فبيشتبك بعدها مع باركر بكل قوة وبيبقى خلاص قرب يقتله، لكن باركر بيشيل خزنة المسدس وبيغرزها في رقبته. بعدها بيفضل يضرب فيه وفي الآخر بيقتله، لكن هاردويك بيمسك ليزلي وبيهدد باركر بإنه يقتلها. بس الغريب هنا إن باركر قال له يقتلها لو عايز، ولما هاردويك بيدوس على الزنات لقى المسدس متعطل فبيسخر منه باركر وبيخلص عليه زي زمايله. وطبعا هو وميلاندر معرفوش يستخدموا مسدساتهم لأن باركر عطلها قبل كده لما اقتحم البيت. وبعد ما أخدوا شنطة المجوهرات بيطلب منها باركر تاخد الشنطة وتحطها في أي مدخل للتهوية في المكتب وما تعرفش أي حد عن القصة، وبعد 3 شهور هيبعت حد عشان ياخدهم، وعرفها إن الموضوع هياخد وقت لكن كده أمان ليهم. ولما بتسأله نصيبها هيبقى كام قال لها هيكون بالملايين. وبعدها بيودعوا بعض لآخر مرة. وبعد 7 شهور بنلاقي باركر في مكتب دانزنجر وبدون مقدمات بيخلص عليه. وفي السنة اللي بعدها ليزلي بيجيلها طرد على البيت، ولما بتفتحه بتلاقي حصتها من المجوهرات وبتبقى مش مصدقة ومبسوطة جدا. وهنا بتنتهي قصتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك ملخصنا الجديد أول ما ينزل. سلام.